خريجي كلية العلوم في محافظة النجف بمسيرة إلى مبنى مكتب مجلس النواب في النجف مطالبين بتخصيص درجات وظيفية لهم. إلى مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة النجف الأشرف كانت وجهة هؤلاء المتظاهرين الذين يمثلون منتسبي الدوائر وخريجي كليات العلوم من مختلف الجامعات العراقية لأجل المطالبة بشمولهم بالمخصصات العلمية والمهنية، وكذلك بشمول الخريجين من هذه الكليات بالتعيين في دوائر ومؤسسات الدولة. تنطلق اليوم تظاهرة لخريجين كليات العلوم لما يعانوه من تهميش، سواء كان في مجال التعيينات، حيث نلاحظ أن التعيينات في دوائر الدولة أهملت وبشكل واضح خريجين كليات العلوم في جميع أقسامها، وأيضا نطالب بتفعيل القوانين النافذة. مع الأسف جميع الكليات والتخصصات من طبية هندسية كلها منحوهم مخصصات مهنية متناسين كلية العلوم. تعد كلية العلوم من أمهات الكليات العلمية، فهي ترفد المؤسسات الصحية والبحثية والعلمية بالباحثين والدارسين، وعلى الرغم من أهميتها الكبيرة من الناحية العلمية والإنسانية، إلا أن خريجي هذه الكليات محرومون من التعيين المركزي في دوائر ومؤسسات الدولة. نحن خريجين كليات العلوم، الكليات اللي تعتبر في كل العالم هي الأولى، والتي تعتبر في مجال كل اختصاص هي الأولى. لا نجد لنا وظائف في كل جامعات، لا جامعات لا المصانع تستقبلنا، على الرغم من أنه حصلنا على شهادات وحصلنا على البكالوريوس وشهادات عليا. ذهبت إلى أكثر من جهة وجهة، لم نسمع ولم يجاب لنا أي صوت. ليش هذا الإهمال؟ احنا شنو، مو خريجين؟ مو من هذا الشعب؟ الدفعات المتعاقبة لخريجي كليات العلوم ومن مختلف الجامعات العراقية جعل هنالك تراكم في أعداد خريجي هذه الكليات العاطلين عن العمل، والذين أهملت الحكومة طاقاتهم العلمية والبحثية، فغالبيتهم صاروا كبارا في السن وبدون تعيين. جمعنا حقيقة اليوم من كافة محافظات العراق المطالبة بالمخصصات المهنية والعلمية، وكذلك التهميش اللي حاصل لكليات العلوم من ناحية التعيين. المتظاهرون تجمعوا أمام مكتب مجلس النواب في النجف، وعلى الرغم من عدم وجود أي نائب يستقبلهم، إلا أنهم سلموا طلباتهم إلى مدير المكتب، عسى أن تجد الاستجابة من قبل النواب في إيجاد الحلول لمشكلاتهم من خلال سن القوانين التي تضمن حقهم في التعيين والمخصصات العلمية والمهنية. ظاهرنا أمام مجلس النواب وقدمنا لهم طلب، أنه الآن ننظر أنه أغلب الناس من خريجين كليات العلوم أعمارهم كبيرة ولم يتعينوا لحد الآن، فننظر إلى مجلس النواب أن يشملهم بقضية التعيين. حيدر جبور، قناة الفيحاء، النجف الأشرف.